تلاقي بعضها يعني عندما تسال عن الشمري حدود تركيا اللي هو شمال العراق تلقيه موجود، ومن تسال عن الشمري براس البيشه بالفاو تلقيه موجود. اذا الشمري موجود بكل انحاء العراق. بعدين بالوطن العربي الجزيره كلها. فهذا هاي قبائل شمر. وشمر هي تقسم الى 3 اقسام: اسلم وعبده وسنجاره. ومن هذه الاسماء الثلاثه الرئيسيه تتفرع كل شمر بكل الجزيره وبكل اشكالها، الا انه هي تنضوي تحت العمود الواحد، تحت المسمى الواحد والعنوان اللي هو عنوان شمر. كلمه شمر هي موجوده بالسعوديه وموجوده بالكويت وموجوده بالعراق. فاذا شمر تحت هذا المسمى هم كلهم متآخين باسم هذا العنوان. احنا سبقنا بالحديث الشيخ ابو منصور. احنا طبعا يسعدنا اليوم جيتنا لكم لاخواننا الشيخ جمعه، وانت سبقتنا بالشكر والتقدير والامتنان للعشائر اللي كانت شمر وياها ولا تزال. شمر ابوابها مفتوحه لكل اهلها. كل عشائر العراق اللي كانوا شمر وياهم هم الحقيقه اهلنا وناسنا، واحنا وياهم جسد واحد وروح وحده، سواء كان وال حسن ولا ال غزي ولا خفاجه او الحسينات او ال ابراهيم، وكل العشائر الموجوده بالناصريه بكل اقضيتها ونواحيها بما فيها العشائر الاخرى اللي هي بالعراق موجوده، لانه شمر هم الداخلين ويا كل هاي العشائر. نعم اكو قسم من شمر لهم وحده خاصه بيهم، هم بربيعه قسم من عندهم بالكوت، بالدبوني ما بالدبوني، بالعزيزيه، بالياله، قسم من عندهم بالرمادي، لكن وبتكريت وغيرها، وقسم من عندهم بالحله وبكربلاء وبالنجف. هاي الاكثريه الموجوده اللي هي مجموعه على شكل عناوين متكامله، الا انه العنوان اللي كان غير متكامل هو عنوان الجنوب بشكل خاص. انا اسف اذا اطل عليكم، بس انا ودي شويه ابين لشبابنا يعني ما سامعين هذا الحديث. الجنوب بشكل خاص كل شمر ابتداء من الفرد الواحد وانتهاء بالجماعه والحموله، مثل اخواننا على الجمعه اللي هم ويا اخواننا واعزائنا على الحسن كانوا تحت الويه هاي العشائر. بعدين صارت الحقيقه نهضه عند الشمري ابتداء من الشخص الواحد وانتهاء بالجماعه، انه الكل يريد يتآخى والكل يريد يرجع لاهله. فتناقينا كل احنا ومع اعتزازنا مثل ما ذكرنا بعشائرنا، وردنا ان نكون تحت مسمى شمر، وردنا ان نكون حمائل وعشائر وافراد ننجمع كل احنا ونكون عشيره كبيره تمثل شمر بالجنوب، الناصريه والعماره والبصره. وهذا اللي حصل. حضرنا مؤتمرات، انعقد مؤتمر بالبصره ومؤتمر بالعماره، وانعقد مؤتمر قبل 6 سنوات بالناصريه، كان موقع المؤتمر الطاقه، وحضرت شمر كلها بالطاقه اللي هي تمثل شمر الناصريه. وكان اختيار لتمثيل شمر الاخ مؤيد يمثل عشائر شمر بالمحافظه باقضيتها ونواحيها، على ان تحتفظ كل حموله وكل عشيره ببرغها وبشيخها وباستقلاليتها. الا انه اتحاد عشائر شمر هو صار قبيله متماسكه ويا بعضها. اتفقنا بعد 2 سنين طبعا انضمامنا لبعضنا ووحده شمر وكيان شمر اللي الان صار له اسم، مثل ما ابو الموصل صار بالناصريه. اسم شمر بالناصريه الان صار واصل حتى لامريكا، يعني خرج عن الدول العربيه، صار يوصل عن طريق الاجهزه ما شاء الله. الان وصل لابعد نقطه بالعالم. فاختارينا شخص يمثل شمر، وكل احنا واحد
جسد واحد روح وحده باسم شمر. ورا حوالي سنتين او اقل بالضبط ما اقدر اكد الشغل، اتفقنا كل احنا حمائل شمر وعشائرها وشيوخها ان يكون بيرق عام يوحد شمر. فاتفقنا على لون البيرق واسم البيرق وصار بيرق الوحده تشمر كلها. الان موجود البيرق العام، الكل شمر مثل بيرق العام الحسن وبيرق عام الغزي وبيرق عام العشائر الباقي. فتآخينا واستمرينا من ذاك الوقت لهاي الساعة المباركة اللي احنا قاعدين بيها. اتفقنا انه ابواب شمر تبقى مفتوحة من الدقيقة اللي احنا التقينا بيها الى ما لا نهاية. كل شمري في كل مكان وفي كل زمان يجي يدخل بالركب ويا اخواننا الشمريين، فالباب مفتوح له واحضاننا مفتوحه له، لانه هذا حق من حقوقه. واكثر من مره واكثر من مناسبه عن طريق الاعلام وعن طريق الفضائيات قدمنا الشكر والامتنان لكل العشائر اللي كانوا اخوانكم وابناء عمكم شمر معهم، وهذا حق من حقوقنا احنا ان نلتقي ويا بعضنا ونشكل وحدتنا اللي هي وحده شمر. والانتساب حاله مشروعه وسبقنا بها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينسب نفسه الى بني هاشم، يخص نفسه من بني هاشم من قريش، وهو من؟ هو رسول الله وهو حبيب الله وهو خاتم النبيين. رغم كل هذا وينسب نفسه، اذا ما بها ضير ان احنا ننسب نفسنا الى اهلنا ونرجع لاصلنا اللي هو شمر. فانا ما اريد اسولف اكثر، ابارك لنفسي وابارك لاخواننا شمر، واشكر ضيوفنا الاعزاء الافاضل لمشاركتهم ويانا. هذا جمعنا وادعونا الله ورسوله ان يحفظ الجميع، وابواب شمر مفتوحه لكل اخواننا اللي ان شاء الله يجون تبعهم. سلام عليكم.